السلام عليكم. بعد ما أخذنا 3 محاضرات نظري وغطينا كل النظري على أول مديول Financial Analysis Fundamental. اليوم إن شاء الله هناخد مثال عملي كامل على تطبيق النسب دي، وإزاي نعمل Horizontal و Vertical Analysis. تمام. وإزاي نسحب القوائم المالية من على موقع الشركة اللي إحنا هنعملها تحليل. تمام. ورابع حاجة، إزاي نقارن النتائج المالية اللي إحنا طلعناها للشركة بتاعتنا بالشركات الأخرى، وكذلك بمعدل الصناعة السائد يعني. تمام. فأول حاجة هنتعلم إزاي نسحب القوائم المالية من على موقع الشركة. وليكن أنا عندي شركة زي شركة إكسترا، دي شركة جوالات هنا في السعودية، أو بمعنى أصح إلكترونيات كاملة. فأنا بدخل على موقع الشركة عند علاقات المستثمرين. تمام. هنا بيديني صفحة كاملة يعني عن سعر السهم الحالي والأسهم المتداولة. تمام. أنا اللي يهمني إن أنا أنزل عند الفاينانشال ريبورت أو التقارير المالية. تمام. هنا عندي تقرير سواء ربع سنوية أو عندي كأنيوال. وليكن عندي 2024، ضغط على دخلني على التقرير السنوي اللي فيه تقرير المراجع وكذلك القوائم المالية. تمام. أول قائمة عندي اللي هي statement of profit and loss. تمام. كذلك other comprehensive income. فأنا عندي يا إما لو متاح إن أنا أنسخها كاملة أو إن أنا أعملها convert to Excel. تمام. لكن على حسب اللي أنا شفته من خلال شغلي، مش بتكون متاحة على كل على كل المواقع. تمام. فهضطر إن أنا آخد كل رقم كوبي وبست في الإكسل. تمام. ده أول حاجة اللي أنا كنت عايز إن أنا أديكم هنت عنها. وفي مواقع كتير يعني بتوفرها، يعني إن شاء الله أعمل لكم بوست مفصل عن الموضوع ده. تمام. ده بالنسبة لأول حاجة. لكن إحنا إن شاء الله نعتمد على الشركة آه اللي نتكلم عنها مع السي اف اي. تمام. أنا نزلتها هنا عندي في الإكسل. أول شيء عندك الكفر بيج، بيديك يعني لمحة عن 3 قوائم مالية اللي هي محطة دراسة يعني. وهنا بيديك هايبر لينك على كل بيج من ال3 اللي هنا. وليكن أول حاجة financial statements. تمام. هنا طالما عندك الرقم باللون الأزرق، ده معناه إنه هارد كودد، إنه مكتوب يعني. لكن الفورمولا أو المعادلة بتكون هي باللون الأسود. إن شاء الله الموضوع ده كله هنتكلم عنها قدام شوية يعني. لكن إحنا اللي يهمنا إن إحنا إزاي نعمل أو نحسب النسب المالية يعني. تمام. فأنت عندك اللي هي القوائم ال3. تمام. اللي هي statement of profit and loss أو income statement، وعندك الكاش فلو، وكذلك عندك البالانس شيت. تمام. وعندك الريشيو، سواء البروفيتابيلتي أو اليوتيلايزيشن أو الليفريج أو الملاءة يعني، أو الليكويديتي. تمام. وعندك الديبونت، سواء اللي هي 5 ستيب أو ال3. تمام. وعندك في الأخير اللي هي البنش مارك، أنا عامل لها كمعادلة فيها سمع مباشر هنا. ودي عندك هارد كودد يعني، سواء التلاتة كومبوس اللي هنقارن بهم نفس الشركة التارجت بتاعتنا، أو الاندستري افريج السعر. كل ده هنشرح واحدة واحدة يعني إن شاء الله يعني. والمعادلات موجودة زي ما هي يعني، عشان تكون قدامك، ولو وقفت في حاجة تكون يعني فاهم المعادلة. تمام. أول حاجة أنا عايز العاد على الإيكون. تمام. العاد على الإيكون يساوي النت إنكم. تمام. على الإيكويتي.
احنا هنجيب الأول السنة وبعد كده هنعمل كنترول وشيفت ويمين وكده. تمام. سمعت معنى المعادلة كل طالما المعادلة مظبوطة ونفس الصفوف وكل حاجة. بعد كده عندك العائد على الأسيت. طبعا قيمة إنكم بدل ما أروح أجيبه من هناك أنا عندي أهو، أروح بس أجيب التوتال أسيت. نفس اللي عملناه، إما أحدد الاثنين دول مصرف العالي وكنترول أون. تمام. سمعت واحدة. تمام. بعد كده عندك الجروس مارجن، عندك الجروس بروفيت. هلا رجل طالما أنا قلت بنقسم آه اتنين أو اتنين جي من قائمة الدخل، فالبيز عندي بيكون الريفينيو يعني. تمام. أنا عندي أهو revenue. تمام. احنا هنعمل سنة واحدة بعد كده نعمل سيلكت مرة واحدة. بعد كده عايز أجيب الاس جي عندي إيه اللي هي المصاريف التسويقية والإدارية من الريفينيو. فأنا عندي هنا الاس جي عندي إيه. هنا عندي طلع برقم سالب فأضرب في -1. تمام. وعندي الريفينيو موجود فوق، مش هروح أجيبه من هنا تاني. بعد كده عندك الأذر إكسبنس 63. تمام. -1. تمام. وعندك الريفينيو. بعد كده عايز أشوف الإيبت ده، نروح نجيب الإيبت ده على الريفينيو. تمام. بعد كده عايز أجيب الديبريشيشن كنسبة من الريفينيو. الديبريشيشن بالسالب في -1 على الريفينيو. تمام. بعد كده عايز أجيب الإيبت اللي هو الربح قبل الانترست والتاكس. عندي الإيبت بتاعه على الريفينيو. بعد كده عايز أشوف الأذر نون أوبريتنج إكسبنس. أذر نون أوبريتنج يعني أنا لو عندي إنكم وعندي إكسبنس فبطرح الاثنين من بعض يعني. هنا عندي سالب ماينس ناقص. تمام. تمام. على 40. بعد كده عايز اجيب الايبت اللي هو الربح اللي قبل التاكس. تمام. لا الريفينيو ايوه. تمام. بعد عندك التاكس من الريفينيو في -1 عشان عندك مصروف بالسالب على الريفينيو. تمام. بعد كده عايز اجيب النت انكم. لا الريفينيو. بعد كده عايز اشوف الافكتيف تاكس. كل المعادلات النظري دي احنا اتكلمنا فيها بما فيه الكفاية يعني في 3 محاضرات يعني، فاحنا ده سوا تطبيق يعني بس. عندي التاكس وعندك الايبت مش لازم نجيبه من هناك يعني. بعد كده نشوف التاكس بوردن اللي هو تأثير التاكس. نجي من الإنكم على الإيبت. بعد كده نشوف الإفكتيف تاكس الإفكتيف سوري انترست. الانترست يعني بتاعه كان مصروف.
على التوتال انترست بيرنج، يعني إجمالي الديون اللي أنا بدفع عليها فوائد. تمام. نشوف هنا عندي كام، سواء كرنت أو نون كرنت يعني. نروح البالانس شيت. هنا ما عنديش غير اللونج تيرم بس، يعني هي اللي بدفع عليها فوائد. تمام. بعد كده عندك الانترست بوردن أو تأثير الفوائد. باخد الإيبت، يعني بختصر بدل ما أروح أجيب هناك، لا أنا موجود عندي على الإي بي أي تي. تمام. بدل ما أروح أجيب كل واحدة، لا أنا بحدد ده كل مرة واحدة كده. أحدد السنة التانية، القرار ار سمعت معي. تمام. بس أنا عايز أعمل فريز بس عشان كل ما ينزل يكون عدد السنوات ظاهر معي. من قائمة فيو أو فيو. تمام. كل ما ينزل كده عدد السنوات أنا شايفه قدامي عشان أعرف إن أنا شغال في أي سنة. تمام. بعد ما خلصنا اللي هي البروفيتابيلتي، يعني هندخل على اليوتيلايزيشن. عايز نشوف الأسيت تيرن أوفر أو معدل دوران الأصول. أنا بشوف الرقم كام على إجمالي الأصول في حال السنة عشان نتوفر على. نيجي يعني عند الانكم ستيتمنت، عندي كل قائمة يعني نعملها كجروب يعني أحسن. سوري. الانكم بيجي عندي كقائمة واحدة، كذلك الكاش فلو. تمام. كذلك البالانس شيت. فكرة بتوفر علينا يعني بدل ما كانت تملي الصفحة كلها 3 سطور بس. هنا بعد كده عايزين البي بي اي أو معدل دوران الأصول الثابتة. عايز الريفيو موجود قدامي. لكن عايز البي بي اي. البي بي اي دي البالانس شيت، أفتح البالانس شيت. عشان أضطر أفتح الأول بس. أعمل البي بي اي اللي هي probability of land and equipment اللي هي 16 في الأيفرس. تمام. بعد كده عايز أجيب معدل دوران الكاش اللي هو كل دولار عندي في المواضيع بحقيقي كام أو بيساعد في تحقيق كام من الربح. ده كله اتكلمنا عليه في الجزء النظري يعني زي ما قلت لحضراتكم. أنا عندي ربح أهو. أنا هجيب الكاش من البالانس شيت. بعد كده عايز أجيب اللي هي عدد الأيام للكاش. تمام. أنا هضرب 365 اللي هو عدد أيام السنة، أو لو مش 365 أو لو شغال يعني شهري، فبشوف عدد الأيام في البيريود بس بضربها في رصيد الكاش بحسب على الريفينيو. تمام. وفي طريقة تانية يعني إن أنا بحسب 365 أو عدد الأيام على الكاش تيرن أوفر، يعني تدي نفس الناتج يعني. المعادلتين معاك واللي تعجبك اشتغل بيهم. بعد كده عايز أجيب معدل دوران الأكونت ريسيفبل. عايز أجيبه إن هو موجود عندي، أو أجيب الأكونت ريسيفبل بس من البالانس شيت. تمام. عايز بعد كده عدد الأيام في الأكونت ريسيفبل نفس اللي عملته في الكاش 265 في رصيد الأكونت ريسيفبل. بقسم على 40. تمام. ونفس المعادلة الثانية لو قلت 365 على ال AR turnover
هي دي نفس الناتج يعني. أنا عندي معادلة مربوطة مباشر تديني كم عدد الأيام دي. تمام. نفس الشيء ده أنا بعته لحضراتكم على الواتساب يعني، وإن شاء الله بعته لكم بعد ما نملك يبقى كومبليت يعني. بعد كده عايز أجيب الدكتور الموضوع اللي هو معدل دوران المخزون، بكسل الخبز. بس يعني لازم أفتح الشيت الأول. عندي الخبز، لكن الكوبيز هنا بالسالب، حتى نضرب السالب واحد. تمام. على الانفنتوري من البالانس شيت أو statement of financial position. تمام. عايز أجيب كذلك مع عدد الأيام، نفس العمل مطلوب 365 في إكسل الانفنتوري، بقسم على الخبز أو المعدل التاني. عايز أجيب ال AB اللي هو معدل دوران حسابات الدينية يعني، أو السبلايرز، بقسم الخبز. يعني المفروض البرشيز، بس طبقا لسي اي يعني إنه شغال على الخبز يعني، لكن في السي ام اي كانت اللي هي البرشيز يعني، أو المشتريات. تمام. أنا عندنا الخبز على ال AB الواجبات. تمام. عايز أجيب عدد الأيام بعمل نفس اللي سويته فوق في رصيد على الخبز. تمام. بعد ما خلصت سنة واحدة بس حد أعمل سلكت، بسحب آخر سنة وكنترول وآر. تمام. هنا أجيب لي اللي هي دورة الكاش اللي بتساوي الاي ار، أو عدد الأيام اللي بقدر أحصل منها من العملاء، زائد عدد الأيام اللي الانفنتوري اللي جلست عندي، ناقص الفترة اللي أنا بدفع فيها للسبلايرز. تمام. وطالما هي بالسالب معنى كأني أنا حصلت الفلوس من العملاء قبل ما أسدد الأكونت بيبل ب 16.4 يوم، يعني تقريبا 16 يوم. تمام. كده خلصنا أول نسبتين يعني. ندخل على الليفرج أو المناعة المالية. عايز أشوف نسبة الأسيت الإيكوتي، التوتال أسيت على الإيكوتي، دي اللي هي الإيكوتي مالتيبلاير يعني. يعني أشوف مدى اعتماد يعني، أو مدى تمويل الأصول يعني، بكام من الإيكوتي وكم من الديت يعني. تمام. بعد كده عندي اللي هي التوتال لايبيليتي، بشمل الاتنين سواء الكرنت أو النون كرنت على الإيكوتي. موجودة عندي الإشارة قيمة تاني من هناك. عايز أشوف الديت للإيكوتي، أي ديت بقى، لا الديون اللي أنا بدفع عليها فوائد. تمام. يعني معنى كده إنه ما آخدش معايا حسابات الدائنين أو كده. تمام. يبقى الانترست بيرنج اللي عندنا اللونج تيرم بس. وفي المفروض في اللي هي الريفولفينج كريدت لاين. تمام. ده بدفع عليه أيضا برضه فوائد على الإيكوتي. تمام. عايز أشوف الديت للإيبيدا أو الربح المعي من العمليات التشغيلية، هيغطي كم من الديون. تمام. هذا الانترست بيرنج اللي هو الاستجابة، هاي بس الإيبيدا. بعد كده عايز أشوف النت ديت اللي هي الديون اللي أنا بدفع عليها فوائد
بنقص الكاش اللي معي. تمام. فأنا عندي الانترست ريت فوائد ماينس الكاش. أجيب الكاش من أي مكان، وليكن هنا مثلا. طلع بالسالب. معنى كده يعني إن الشركة معها يعني متحصلات نقدية أو معها سيولة نقدية أكتر من الديون اللي عليها. تمام. مع الإيبيدا. تمام. بعد ما جبت أول سنة بس. أنا مش عايز أجيب كل السنوات والله عشان وقت الفيديو يطول جامد، لكن هي نفس المعادلة ونفس التطبيق يعني. وأظن حضراتكم اشتغلتوا على الواتساب قبل ما نسجل المحاضرة. أنا كنت تمام. بعد كده عندي الليكويديتي اللي هي السيولة. هنشوف الكورنت اللي هي كورنت أس. الكورنت لايبيلتي. عايز أجيب الليكويديتي اللي هي بشيل الانفنتوري. عايز أشوف كم الأصول اللي معايا اللي تسدد التزاماتي، مش هستنى إن أنا أبيع المخزون يعني. تمام. هاخد الكورنت أسيد اللي عندي هنا. تمام. ناقص من الانفنتوري من أي مكان فوق، وليكن إحنا مثلا يعني بحاول أختصر على نفس الوقت يعني. وكل ما عندك أو طول ما كان عندك الموديول يعني مربوط ببعض، كل ما كانت الإفشنسي فيه يعني أفضل يعني. تمام. والحاجات دي كلها هنختبرها قدام يعني، لسه يعني إحنا في البداية بس. تمام. بعد كده عايز أشوف الانترست كفرج اللي هو تقييد الفوائد من الربح من العمليات التجارية اللي عندي، اللي هو الربح قبل ما أدفع التاكس والانترست، وكذلك قبل الامورتيزيشن والديبريشيشن. تمام. أنا عندي عايز أجيب الإيبيدا على الانترست اكسبنس. انترست اكسبنس يعني لو في انترست انكم، لا أنا عايز الانترست اكسبنس. تمام. يبقى الانترست اكسبنس عندنا بالسالب بس، اللي هو سالب واحد. تمام. أعمل دي، أعمل سيلكت. أسحب كده أو أعمل سيلكت وكنترول آر يعني، بس نجرب الاثنين عشان يبقى مع كل حاجة. وصلنا للدوبونت أو يعني تفصيل الآر أو العائد على حقوق الملكية. تمام. فأنت عندك بتيجي من ثلاث أو حاصل ضرب ثلاث نسب يعني، أو خمس نسب. تمام. أول حاجة معنا النت بروفيت مارجن أو الريفينيو. أنا عايز أجيب رأس الترنوفر اللي هو معدل دوران الأصول. تمام. عندك ريفينيو. عايز أجيب التوتال أسيت. بعد كده عايز أجيب التوتال أسيت الإيكوتي. الإيكوتي. تمام. أعمل سيلكت، أسحب. تمام. عندك اللي هي حاصل ضرب النت بروفيت مارجن بالأسيت ترنوفر بالأسيت الإيكوتي. أول سنة 16.73. لو أنا جبتها بالنسبة العادية اللي هي على الإيكوتي، عندي بس كلام سنوي نفسها بالضبط. تمام. بس يعني بيوريك العائد على الأصول يعني بيجي بكذا. سوري، العائد على حقوق الملكية يعني بيجي من حاصل ضرب كم نسبة يعني. يعني دي تفصيلية والتانية كرقم إجمالي يعني. تمام. وكذلك عندنا مثل الخمس ستيب يعني، اللي هو التاكس بوردن والانترست بوردن والاي بي اي تي والاسيت تيرن اوفر، كذلك التوتال اسيت والايكوتي. تمام.
يعني أول حاجة اللي هو التاكس برضه، نشوف اللي هو النت إنكم. يعني إيه تاكس برضه؟ يعني أنا عايز أشوف الرقم اللي بقالي بعد ما سددت اللي هو التاكس يعني. تمام. أنا عندي عايز أجيب النت إنكم. أعمل مفتوح بصرة على الإيبت. تمام. بعد كده عايز أجيب بين تستي برضه. أشوف الإيبت على إي بي أي تي. يعني الرقم اللي هو بعد على الرقم اللي هو قبل. تمام. يبقى الإيبت أنا هنجيبها فوق على إي بي أي تي. تمام. عايز أجيب الإي بي أي تي مارجن. إي بي أي تي جايبها. إي بي أي تي جايبها أهو على الريفيو. بعد كده أجيب الأسيت تيرن أوفر عند الريفيو. التوتال أسيت. تمام. بعد كده عايز أجيب الإيكوتي مالتيبلاير عند التوتال أسيت على الإيكوتي. تمام. وأحدد وأسحبها من السنة نهاية السنة الثانية. تمام. فنفس الرقم اللي طلع لينا هو نفس الرقم اللي جالي من ثلاث نسب، هو نفس الرقم اللي يجي من نسبة واحدة يعني، اللي هو نت إنكم على. كده ده كان مثال شامل على كل النسب اللي احنا درسناها يعني. تمام. باقي بس إن احنا نعمله الفيرتيكال والهوريزونتال أناليسيس. تمام. فخلينا نبدأ بالفيرتيكال. هنعمل قائمة واحدة بس وأسيب لحضراتكم يعني التاني. تمام. عايز الريفيو. سوري، عايز اللي هي income statement. تمام. الفيرتيكال طالما أنا شغال بالإنكم ستيتمنت فالبيز اللي عندي هو الريفينيو. تمام. طيب بس نعمل الفيز. نقفل دول كده مش عايزينها تاني. أعلى الريفينيو. تمام. ننزل اللي هي كاملة اللي هي المقام يعني. تمام. واخد يكون بس سبيشال فورميولا. تمام. بس هنا الكوبز عندي بالسالب، هضطر أزود سالب بس قبل البسط. تمام. واخد نفس المعادلة. تمام. تمام. الرقم اللي طالع سالب أقدر أحط قدامه السالب. تمام. الرقم ده كله بالنسبة لمئوية. كنترول 1 برسنتيج into decimal base.
تمام. تمام. لو لو إن أنا عملت لها سيلكت وسحبت، مش هينفع ليه؟ عشان أنا مثبت. أنت هنشوف كده هيقسم لي على أول حاجة. لو جينا هنا نقول في اتنين مثلا، هنلاقي مثبت لي الخلية اللي فوق بتاعت الريفينيو. تمام. فأنا بقى بدل ما يعني أشتغل ده كله تاني، لا، الخلية اللي هنا دي بدل ما أنا مثبتها كاملة يعني، لا، هثبت الصف بس. ثبتنا في أول خلية بس. تمام. هاخد دي. بس مرة إن الطريق قدامه سالك، وكنا عملناها من البداية بس يعني إحنا going down. تمام. بعد ما جيت أول سنة. صار إن شاء الله الأمور تكون تمام كده. لو سنة خلينا. تمام. نختبر خلية تاني كمان. تمام. كده بالنسبة للفيرتيكال اللي هو الانكم ستيتمنت. تمام. سيبكم اللي هي فاينانشال بوزيشن بتعملوا حضراتكم يعني. لكن البيز في ال في ال في البالانس شيت يعني هيكون التوتال اسيت. تمام. يعني زي ما هنا ثبت الريفينيو، تمام، هناك هيكون التوتال اسيت. تمام. بعد كده عايزين ناخد الهوريزونتال. تمام. ناخد كذلك الانكم ستيتمنت. تمام. عندك هنا في الهوريزونتال عندك طريقتين. تمام. يا اما اشتغل بطريقه البيزير او الير اوفر يير. تمام. البيزير يعني ان انا بثبت السنه الاولى. تمام. يعني عايز اجيب السنه الثانيه كده، اللي هو رقم السنه الثانيه على رقم السنه الاولى. تمام. هنا عايز اثبت العمود او الكولوم يعني. مم. نحول لك نسبة مئوية. تمام. البيرول. تمام. معنى كده ان السنه الثانيه عندي كافي ريفينيو يعني زادت عن السنه الاولى ب 3.16%. تمام. ودي يعني على كل السنوات، لكن هنثبت السنة الأولى. تمام. لكن في الير أوفر يير، ودي الطريقة اللي هي متبعة مع السي اف اي. هي برضه بنشتغل نفس السنة اللي هي السنة الثانية.
تمام. أول السنة. السنة التانية ماينس السنة الأولى. أقسم بقى على السنة الأولى. تمام. فهنا كذلك عايز تحت أثبت العمود. تمام. ناخد الكوبي نفس اللي عملناه هنا. ممكن أعمل سيلكت وأعمل كوبي مرة واحدة يعني، بس هنشتغل بطريقة بداية جدا. تمام. هنا كذلك اللي كان سماوي يعني. أهو اللي هنا. تمام. هتلاقي نفس الموضوع يعني، لكن الفرق إنه زود لك التلاتة فوق المية، لكن هنا جاب لك منفصلة هنا 3.16 يعني. كذلك 2.58 6.90، فنفس يعني. تمام. ده بالنسبة للهوريزونتال والفيرتيكال. تمام. فأنا هبعت لك الشيت إن شاء الله يعني، فأنا أبغاك تجربه. الموضوع عبارة عن تجربة، وإذا إنه تاخد في الموضوع يعني. تمام. وأنا مع حضراتكم من على الواتساب لو في أي شيء. تمام. بعد كده عايزين نعمل ليها البنش مارك، إن إحنا نقارن الشركة اللي إحنا بنعملها تحليل يعني بالشركات المشابهة ليها، وكذلك بمعدل الصناعة السائد يعني. تمام. أنا رابطة مباشر هنا. هنا عندي الجروس مارجن أول سنة ب 13 ونص. جبته من وين؟ نطلع على الجروس مارجن 13 ونص. تمام. كذلك الأوبريتنج مارجن الأول سنة. تمام. الأرقام اللي هي باللون الأزرق دي عبارة عن هارد كودد يعني. تمام. لكن اللي بالأسود كمعادلة يعني. فالرقم اللي في الخلية دي يعني مربوط بالريشيو لينا. تمام. فلو حبينا نعمل مثلا تحليل، أنا عندي الجروس مارجن للشركة بتاعتي يعني ب 13 ونص. تمام. الشركة المشابهة ليها 13، شركة تانية 14، شركة ب 12 ونص. معدل الصناعة السائد ب 13. معنى كده أنا كويس على مستوى الشركات المشابهة ليها يعني، وعلى مستوى معدل الصناعة السائد. يجي عندي الأوبريتنج مارجن أنا 3.8. الشركات المشابهة ليا أعلى مني، معنى كده أنا ربحان، لكن في ناس بتروح أكتر. تمام. لكن على مستوى معدل الصناعة أنا برضو يعني كويس. تمام. نيجي عند النت بروف مارجن، هلاقي إن أنا 1.8، في شركة 1.5، لكن في شركات 3.5 و4. تمام. المعدل الصناعي السائد 3، معنى كده إن أنا خسران يعني على مستوى الشركات المشابهة ليا، وعلى مستوى معدل الصناعي السائد. تمام. معنى كده إيه؟ إن أنا بدفع يا إما ضرائب كتير. تمام. أو إن أنا بدفع فوائد كتير. تمام. ضرائب يعني دي مستبعدة شوية، عشان يعتبر نفس الضرائب يعني اللي بتدفع باقي الشركات. تمام. فخلينا نقول إن أنا بدفع انترست أو فوائد أكتر. تمام. فهذا كان بس موضوعنا يعني اليوم، وكده إن شاء الله خلصنا أول مديول. لو في أي شيء واقف مع حضراتكم يعني، فأنا مع حضراتكم على الواتساب. بس إذا كان في نقص يعني، أو في تقصير مني، كان في كمال، فالكمال لله سبحانه وتعالى. وشكرا والسلام عليكم.